حطي الفراخ في الرز في طاجن في الفرن، هتاكلي أطعم وأجمل فراخ ممكن تاكليها في حياتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وفي أفضل حال. هنعمل فراخ في الرز، هتبقى حاجة تحفة، طعمها جميل جدا وحاجة مميزة، حاجة تغيير عن الفراخ في الفرن وفراخ في شوربة. يلا بينا على طول نبدأ، بسم الله. ما تنسوش يا بنات تشاهدوا الفيديو للآخر وتعملوا له لايك واشتراك لو ما اشتركتوش معايا. يلا بينا، ما تبخلوش عليا يا بنات. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا، معانا طاسة فيها زيت سخن على النار، وحطيت اللبن طبعا اول حاجة يسخن عشان يغلي، عشان نحطه ايه في الرز. اول ايه ما يسخن، بصي معايا اللون بتاع الفراخ لما خد لون جميل كده. هنطلعهم. الفراخ دي طيبة 3/4 سوا. طبعا الرز مش بياخد طياب كتير في الفرن، بس الفراخ دي عامة يعني ايه، واخدة طياب. هنبدأ كده نسمي الله كده، ونحط في قعر الطاجن بتاعنا شوية رز وعليهم فلفل أسمر. أهم حاجة يا جماعة البطل بتاعنا الفلفل الأسود مع الرز، دول أجمل حاجة أو أجمل شوية رز ممكن تاكليه بعد ما تحمر. احنا بنحمر الفراخ نية يا بنات، مش بتبقى طيبة ولا حاجة، بتحمريها وتحط عليها فلفل أسود تاني وملح، والتتبيله تتبيله كويسه. طبعا الفراخ مش بنبقى حاطين عليها اي حاجه، بتبقى مغسوله كويس ومنقوعه. طبعا احنا بندعك الفراخ كويس بملح كده ودقيق وليمون وماء وحاجات، وبتبقى زي الفل معانا. ونيجي نازلين بكميه الرز اللي باقيه بعد ما بنحط فلفل اسمر وملح، ما بنحطش اكتر من كده، وبرجع احط تاني فلفل اسمر وملح. بقول لكم البطل بتاعنا النهارده الفلفل الاسمر. زي ما انت شايفه كده، بتحطي كميه الفلفل بتخلي الرز بيبقى طعمه حلو قوي بالفلفل الاسود. هنحط ملح، تملحي بقى البرام بتاعك كويس. طبعا الطاجن بتاعنا ما شاء الله حلو قوي، كميته حلوه. انتي بتعملي الكميه اللي تريحك. عايزه تعملي وراك اعملي عادي، مفيش مشكله. بتعملي صدور عادي. بتكملي الرز بتاعك، بتحطي لو لقيتي البرام مش بتحطيه، بتسيبيه زي عقله ونص من الصباع فاضيه ما فيهاش رز. بتحطي يعني ايه، يعتبر 3/4، والربع بيبقى ما فيهوش رز. بتحطي اللبن اللي احنا غليناه كده، ده بيبقى 3/4 لبن والربع ميه، يعني بيبقى 3 كوبايات مثلا لبن وكوباية ميه، او كوبايتين لبن وكوباية ميه. بنحطه في الفرن وبيطلع معانا بالجمال ده، حاجة كده تحفة. كده احنا هنبتدي نسقيه، نحط له ايه، السمنة والزيت بتاعه، وهنحط له شوية ماء صغيرين. ملحوظة يا بنات، بلاش تحطوا السمنة او الإيدام بتاعكم المادة الدهنية في الفرن قبل مع الرز. اول ما بتحطوا اللبن بتاعه مش بيبقى حلو خالص، بيكتم الرز وبيطلع معاكي مش مكتوم. عايزه تاخدي رز ناجح بتطلعيه معاكي حلو قوي. اهم حاجه لما تطلعيه من الفرن تغطيه. اول ما بتغطيه بيطرى معاكي، عشان خاطر الرز يتسلك معاكي من الجدار بتاع الطاجن كده. تبتدي على طول كده تفضي مره واحده. طبعا الطاجن سخن، عايزه ايه امسكه عشان ما يلسعنيش. بتفضي مره واحده كده. اول ما بتفضيه مره واحده بصي كده، بتطلعي بقى الايه، الرز على الفراخ كده على الرز، بتبقى حاجه تحفه. عايز سلطه ومخلل وبطاطس محمره، وتاكلي اجمل اكله ممكن تاكليها. طعمها طبعا حلو جدا، حاجه تغيير. طبعا فعلا طعمها جميل، جربي مش هتندمي. بنغير، احنا بنحب نغير في الاكل ونعمل حاجه جديده لاولادنا بيحبوها. طبعا الطاجن ده كان اللهم بارك، كان سخن جدا، كان طعمه حلو قوي بصحة وهنا للي كان نصيب كان منه حاجة. ما شاء الله كان شكل الفراخ حلو قوي. وما يعني ملحوظة عايزة اقولها لك، بلاش تخلي حتة الفراخ بتبقى كبيرة، قطعي الورك 2، ويعني ايه ما تخليش القطعة كبيرة بحالها. طبعا انا عايزة افكركم بالاشتراك واللايك، وتابعوا الفيديو للاخر عشان ده هيرفع من القناة. ما تبخلوش عليا باللايك يا بنات، اللايك ده مش هيخسرك اي حاجة. اخواتي وحبايبي بحبكم في الله.